السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة سارة في فيديو جديد. بعتذر ان الفترة اللي فاتت دي كلها ما سجلتلكوش اي فيديوهات او اي حاجة، عشان بس عندي برد شديد، يعني ادعولي بالشفاء. بس اول ما حصلت القضية دي قلت لازم اسجل لكم على طول بسرعة يعني. قضية ان في ست في محافظة بني سويف جالها ألم الولادة، فطلبت عربية إسعاف وقالت لهم أنا عايزة اتنقل المستشفى تبع مدينة، يعني تبع مركز في بني سويف. قالت لهم عايزة اتنقل المستشفى دي عشان تضع مولودتها أو يعني تولد. تمام. المهم في الطريق لقوا الست دي بالفعل بتولد. بالفعل البيبي، هي ما قدرش تستنى لحد ما تروح المستشفى وتوصل المستشفى. البيبي اتولدت او هي بتتولد البيبي وهم مش عارفين يعملوا ايه. فكان في 2 مسعفين، واحد اسمه احمد وواحد اسمه مسعود. هم واخدين دورات تدريبيه وكده عشان يتعاملوا ايه مع الحالات المرضيه الحرجه، يعني او اي حاجه بتحصل في عربيه الاسعاف يقدروا يتعاملوا معاها. فركنوا العربية على جنب وبالفعل دخلوا الأم وولدوها. وجابت بنوتة اهي صورتها هي ظاهرة ليكم مع المسعف ده. المسعف ده اسمه مسعود. تمام. وعملوا لهم الفحوصات والحاجات دي كلها وولدوها بالسلامة يعني. وتابعوا العلامات الحيوية بتاعت الأم والبنت ووصلوها يعني بالسلامة في الآخر. وطبعا المستشفى كانت فخورة بيهم، والأهل كمان، أهل المريضة أو أهل الحالة اللي هي ولدت دي، كانت برضو يعني فرحانة جدا ان هما لحقوا الطفلة ولحقوا الأم وما سابوهاش كده يعني. هما اكتشفوا الموضوع ازاي او كده، بيقولوا ان هما كانوا وهما ماشيين بالعربية حسوا ان في طلقات ولادة والجنين بدأ ينزل، فهم ايه ركنوا العربية ونزلوا هما الاتنين وحاولوا ايه يتعاملوا مع الموضوع يعني. وقعدوا بقى يتابعوا العلامات الحيوية زي ما قلت لكم. وبيقولك في خلال 3 ثواني لفوا الطفلة ولبسوها ونضفوها وخلوها ايه زي الفل. فده الموضوع. وده اللي لسه حاصل، ودي طبعا حاجة حلوة جدا. وفيها جدعنة يعني، وفيها كمان اللي هو ايه، يعني الست كمان بتولد وبتاع وهم كانوا راكبين قدام، فهم حسوا بيها وسمعوا لصوتها. واستجابوا ليه يعني. فشكرا جدا ليهم يعني وربنا يبارك لهم يا رب، وربنا بقى ما يخليش حد فينا في الموقف ده خالص يعني. موقف صعب طبعا، الله اعلم هي اهلها ما كانوش جنبها ليه او ما كانوش معاها ليه وكده. بس يعني ربنا بقى يخلي لها بنوتتها ويا ريت تدعوا لها يعني، وتدعوا بقى اللي هم المسعفين اللي هم احمد ومسعود. وخلاص كده الفيديو خلص. اشوفكم في فيديو جديد، واستنوا الفيديو اللي بعد ده فيه قضية مهمة جدا. باي باي.